لما بتسمع اذان المغرب بعد صيام طويل، اول حاجه بتروح تجري عليها هي كوبايه الخشاف اللي بتخلصك من العطش اللي معاك من اول اليوم. بس عمرك فكرت وانت ماسك كوبايه الخشاف هو امتى ظهر او ايه معنى كلمه خشاف؟ تعال اقول. فهو عباره عن فواكه مجففه وتمر وقمر الدين منقوعه في ميه، وبيتحط عليهم اي نوع من انواع المكسرات. وكلمه خشاف هي كلمه اصلها تركي ومعناها منقوع التمر. وظهر الخشاف في الدوله العثمانيه، وكان وقتها اللي بيبيع الخشاف اسمه خشافاتي. والخشاف في الفتره دي كان مشهور جدا لدرجه ان كان في اسواق مشهوره ببيعه، وفي اقاويل بتقول ان المصريين نقلوا طريقه عمل الخشاف من الاتراك لحد ما بقى مشروب الخشاف في مصر المشروب الرسمي لشهر رمضان. واول ما اذان المغرب بيأذن الناس بتروح تشرب الخشاف، وبعدها بتروح تصلي المغرب وترجع من الصلاه عشان تاكل وجبتها الاساسيه. قول لنا بقى في الكومنتات قبل ما كنت تشوف الحلقه كنت تعرف يعني ايه خشاف ولا لا، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وفولو لاي بلاتفورم تلاقينا عليها. وبس كده.